التجارة في وطننا العربي. بنا نفهم يلا. الطلاب الأعزاء، طلاب سنة 6 ابتدائي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. يلا بينا نشرح دلوقتي الدرس رقم 5 في الوحدة الثالثة اللي بعنوان التجارة في وطننا العربي. بنا نفهم يلا. أصدقائي الأعزاء، أنا عندي معلومة لي مهمة قوي، وهي إنه التجارة مهمة. نفس السؤال كل مرة. طبعا مهمة يا صديقي، مهمة جدا. عشان افهم ان التجارة مهمة ولا لا، لازم نعرف التجارة زمان ايام الدولة الاسلامية كانت عاملة ازاي. طيب ودلوقتي حاليا التجارة عاملة ازاي؟ يبقى دلوقتي اول حاجة في منهجنا في الدرس ده هفهم التجارة زمان والتجارة دلوقتي. بينا نبتدي بزمان ونفهم التجارة كانت عاملة ازاي ايام الدولة الاسلامية. تعال بينا نفهم التجارة زمان. بينا نرجع بالزمن، يلا بينا. أصدقائي الأعزاء، التجارة زمان كانت مهمة على طول. ليه بقى؟ أقول لك أصل التجارة كانت منتشرة في الدولة الإسلامية، وأنا عندي معلومة مهمة أوي خد بالك منها، إن سيدنا محمد الرسول الكريم عمل في شبابه بحرفة التجارة. يبقى الرسول الكريم في شبابه عمل بحرفة التجارة، وده دليل إن التجارة في الوقت ده كانت منتشرة وفي ناس كتير كانت بتشتغل فيها. طيب فين المناطق التجارية المهمة في العالم الإسلامي زمان أيام الدولة الإسلامية؟ أقول لك تجارية معناها المنطقة اللي فيها سوق مهم وسوق كبير، في ناس كتير من كل حتة بتجيله. أقول لك أنا عندي 4 أماكن تجارية مهمة في الوطن العربي في العالم الإسلامي زمان. إيه هم يا صديقي؟ أول حاجة مدينة جدة، ودي كانت على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية دلوقتي. تاني حاجة وهي صنعاء، وصنعاء دي في اليمن. تالت مدينة هي مدينة البصرة، ومدينة البصرة دي في العراق. رابع مدينة هي مدينة الإسكندرية، وطبعا دي موجودة في بلدنا الغالية مصر. يبقى دول الأربع أهم مراكز التجارية في الوطن العربي. هقولهم تاني بس على الخريطة. تعال شوف هم فين على الخريطة. أول مركز تجاري في العالم الإسلامي هو مدينة جدة، وجدة دي موجودة هنا كده بالظبط على البحر الأحمر. تاني مركز تجاري هو صنعاء، وصنعاء دي موجودة في اليمن، واليمن موجود جنوب شبه الجزيرة العربية زي ما هو واضح قدامك. تالت مدينة هي مدينة البصرة، والبصرة دي موجودة في العراق. ورابع مدينة ودي مهمة جدا هي مدينة الإسكندرية، ودي موجودة على البحر المتوسط. يبقى يا صديقي تاني كده يا حبيب قلبي ركز معايا، المراكز التجارية المهمة في العالم الإسلامي زمان 4. يعني ايه مراكز تجارية؟ يعني اقول لك سوق كبير جدا بيجيله ناس من كل حتة. يعني اكيد مركز اسكندرية ده لو بصيت عليه كده هتلاقي اكيد في ناس بتجيله من الشرق، وناس بتجيله من الغرب، وناس بتجيله من الشمال من اوروبا، وناس بتجيله من الجنوب. فده مركز تجاري مهم. لو بصيت على البصرة برضو اللي هي موجودة في العراق تلاقيها تقع بين الشرق والغرب، فأكيد هي مركز تجاري، لأن في ناس هتجيلها من أقصى الشرق، وناس تجيلها من أقصى الغرب، ومن الشمال والجنوب. فبالتالي هذه المراكز مراكز تجارية مهمة جدا في العالم الإسلامي. طب ده انت قلت لي دلوقتي عشان ما تهش منك، ركز معايا كده عشان ما تهش مني يا صديقي. ايه هي؟ انت قلت لي ان التجارة مهمة، وان سيدنا محمد عمل بالتجارة، وقلت لي كمان ان عندي 4 مراكز تجارية. قول اسمائهم تاني: جدة، صنعاء، البصرة، الاسكندرية. طب ايه المعلومتين اللي لسه باقيين؟ اقول لك هي معلومة واحدة زمان. ايه هي؟ التجارة زمان مهمة ليه؟ أقول لك مهمة عشان حاجتين. الحاجة الأولانية يا صديقي وهي التجارة ساهمت في بناء الدولة الإسلامية. إزاي؟ أقول لك. فاكرين لما سيدنا محمد والمسلمين هاجروا من مكة إلى يثرب، ويثرب دي هيبقى اسمها المدينة؟ فاكرين الكلام ده في الوحدة الأولى. أقول لك يا صديقي بقى، من أركان بناء الدولة الإسلامية في المدينة هي تأسيس سوق المدينة. فالسوق اللي تم إنشاؤه في المدينة ساهم في استقرار المسلمين في المدينة، وإن الدولة الإسلامية كبرت ووقفت على رجليها وقدرت تواجه قريش
والمشركين في مكة. يبقى دي أول حاجة. الجملة البسيطة ساهمت في بناء الدولة الإسلامية، بس الشرح ارجع له كده ثانية دقيقتين ورا هتفهمه. يبقى أول أهمية للتجارة ساهمت في بناء الدولة الإسلامية. طيب تاني أهمية أقول لك، انتوا عارفين يا شباب إن المسلمين بعد ما أمنوا، أو الناس اللي هي أمنت وكانت بتشتغل في التجارة بتسافر للدنيا كلها. يعني في تاجر مسلم أكيد ساب الجزيرة العربية وراح مثلا إيطاليا، اكيد في ناس تجار وصلوا هناك. اقول لك التاجر المسلم بقى كان بيتصف بيه الامانه في التعامل والاخلاق الحميده. فلما الناس بتوع ايطاليا شافوا قد ايه المسلمين اخلاقهم كويسه وامناء جدا في التعامل، امنوا بالاسلام. ده نتيجه اخلاق التجار الكويسه جدا. طيب تاني مثال، في تاجر مسلم خرج من شبه الجزيرة العربية وسافر لحد ما وصل للهند. هناك الهنود شافوا قد ايه ان التاجر المسلم يتصف باخلاق حلوة وامين جدا، فامنوا بالاسلام. يبقى تاني يا صديقي، التجار كان ليهم دور في نشر الاسلام. ايوه طبعا يا صديقي، كان ليهم دور مهم جدا في نشر الاسلام. طب ده يعلمك ويعلمني حاجة؟ اكيد طبعا يعلمنا حاجات مهمة. ايه هي ان احنا احيانا تبقى اخلاقنا وامانتنا هي مثال وسفير عند كل الناس. ازاي تكون بلدنا كويسة، ديننا كويس، من خلال ايه؟ من خلال اخلاقي واعمالي. صعبة دي يا صديقي؟ اعتقد ان هي مش صعبة. اداة التجارة زمان اعتقد ان هي مش صعبة، اعتقد. طب عشان اتاكد ان هي مش صعبه، تيجي اقولها لك في جمل صغيره عشان تثبت في دماغك يا صديقي؟ يا ريت. تعالى يا حبيب قلبي اقولهم لك تاني في جمل صغيره. اول حاجه، هي التجاره مهمه في شبه الجزيره العربيه. تقول لي كانت منتشره، والدليل ان سيدنا محمد عمل بحرفه التجاره. طب ايه اهم المراكز التجاريه، الاسواق الكبيره؟ تقول لي جده، صنعاء، تقول لي البصره، تقول لي كمان اسكندريه. دي المراكز التجاريه المهمه. طيب ما اهميه التجاره في الدوله الاسلاميه؟ دي ليها حاجتين اتنين بس، قولهم لي معايا كده. اول حاجه، ساهمت في بناء الدوله الاسلاميه. طب رقم اتنين، ساهمت في نشر الاسلام من خلال ايه؟ تقول لي من خلال اخلاق وامانه التجار المسلمين. صعبة التجارة زمان؟ اعتقد ان هي مش صعبة يا صديقي، وانت فهمتها لانك شاطر جدا. طب بينا يا صديقي نقول التجارة دلوقتي عاملة ازاي؟ تعالى اقول لك التجارة دلوقتي عاملة ازاي. بينا. السؤال المهم جدا واللي انت متعود عليه، هي التجارة مهمة دلوقتي؟ مهمة زمان هتبقى مهمة دلوقتي. طيب هي مهمة دلوقتي زي زمان؟ اقول لك اكيد لا. الناس اختلفت والعصور اختلفت والوضع اختلف. زمان كان ليها أهمية بشكل، النهاردة ليها أهمية بشكل تاني. طيب ايه أهمية التجارة حاليا؟ أول حاجة تعزيز العلاقات ما بين الدول. يعني ايه؟ أقول لك مصر لو بتبيع وتشتري مع أي دولة تانية أكيد الدولتين دول بينهم علاقة قوية. ما أنا مش هبيع واشتري مع دولة وخلاص، إنما دولة علاقتي بيها قوية. يبقى التجارة بتساهم في ان العلاقات ما بين الدول تبقى علاقات ايه؟ قوية. انا لو بتعامل مع حد اكيد الحد ده في ما بينه وما بينه علاقة كويسة. يبقى التجارة تساهم في بناء العلاقات ما بين الدول. دي اول اهمية. طب تاني اهمية يا صديقي، تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات. ده يعني ايه؟ اقول لك انا لو في مصر محتاج حاجة ومش موجودة عندي بضطر اعمل ايه؟ استوردها. اهي كده دي اهمية التجارة. بلبي احتياجاتي من سلع وخدمات من خلال الاشتراء. اشتري، والشراء ده معناه تجارة. طيب كمان في دولة تانية محتاجة حاجة انا ممكن ابيعها لها. يبقى تاني تلبية احتياجات السكان من سلع وخدمات من خلال التجارة. تالت حاجة، توفير العملات الأجنبية. بص يا صديقي، العملة الأجنبية دي عملة مهمة بستخدمها في التجارة. أنا دلوقتي لما أبيع لأي دولة مش هتديني دولار. أنا ببيع دلوقتي، ببيع مثلا البطاطس لأوروبا، أوروبا هتديني إيه؟ دولار. يبقى أنا بوفر العملة الأجنبية لبلدي من خلال التجارة. يبقى دي تالت أهمية. طب رابع أهمية، في ناس كتير شغالة في التجارة تقول لي على طول. في ناس بتنقل البضاعة، في ناس شغالة في الأسواق، في محلات كتير فاتحة. ما هي دي التجارة.
يبقى التجارة بتوفر فرص عمل كتير، زيها زي الصناعة، زي التعدين، زي الزراعة، دي كلها بتوفر فرص عمل للناس تشتغل فيها. خامس حاجة ضبط الميزان التجاري. يعني ايه كلمة ضبط الميزان التجاري يا صديقي؟ كلمة ميزان تجاري هي فرق الواردات عن الصادرات خلال سنة. يعني ايه؟ افهمك يا اغلى صديق. مصر او انت بتشتري ب10 جنيه وبتبيع ب20 جنيه، يبقى الفرق كام؟ 10. اهو الفرق ده ليك مش عليك. انا طالما ببيع اكتر ما بشتري يبقى انا دولة قوية عندي فائض. انما لو انا بشتري اكتر ما ببيع يبقى انا دولة عندي عجز. يبقى الميزان التجاري هو فرق الواردات عن الصادرات. يعني مصر لو بتبيع للدول التانية اكتر ما بتشتري من الدول يبقى انا دولة قوية عندي فائض. طب لو انا بشتري اكتر ما ببيع تقول لي دي دولة عندها عجز. طب مين اللي حلو؟ اقول لك اللي حلو واللي ينفع الدول هو ان انا اكون ببيع اكتر ما بشتري، يبقى انا دولة قوية اقتصاديا. فده الميزان التجاري. امتى يكون الميزان التجاري له فائض؟ ركز في السؤال ده، مهام ادائية على طول. كيف تكون الدولة لها فائض في الميزان التجاري؟ حينما يكون صادراتها اكتر من وارداتها. صعبة يا صديق؟ مش صعبة. طب امتى يكون الميزان التجاري بالعجز؟ لما يكون مشترياتي او وارداتي اكتر من صادراتي. يبقى احنا نحب مصر والوطن العربي يكون ايه؟ صادراته اكتر ولا وارداته اكتر؟ تقول لي على طول يا صديقي لازم أن يكون صادراته اكتر من وارداته، ودي نقطة مهمة جدا يا صديق. يبقى تاني، اهمية التجارة في الزمن الحديث اللي احنا عايشينه. تقول لي ايه؟ المساهمة في تعزيز العلاقات ما بين الدول. التجارة بتقوي العلاقات ما بين الدول وبعضها. 2. توفير احتياجات السكان من سلع وخدمات. انا محتاج حاجة مش موجودة عندي في بلدي فاضطر اشتريها، هي دي التجارة. 3 حاجة توفير العملة الأجنبية. أنا ببيع واشتري بالعملة الأجنبية اللي أنا محتاجها. 4. توفير فرص عمل طبعا، لأن في ناس كتير بتشتغل في حرفة التجارة. 5. ضبط الميزان التجاري، والميزان التجاري تعريفه فرق الواردات عن الصادرات. طب امتى يكون الميزان التجاري مظبوط وفيه فائض؟ لما تبقى الصادرات أكتر من الواردات. طب امتى يكون في عجز؟ لما تكون الواردات أكتر من الصادرات. يا صديقي العزيز، أدا أهمية التجارة يا غالي. طيب النقطة التانية اللي بعد دي، أسألك سؤال، هي التجارة أنواع؟ أنا جاوب التجارة أنواع. التجارة نوعين. إيه هم نوعينهم؟ أقول لك يا غالي، أول نوع هو التجارة البينية. يعني ايه تجارة بينية؟ تقول لي هي الصادرات والواردات بين الدول العربية. لو الدول العربية بتبيع ما بينها وما بين بعض فدي اسمها تجارة بينية عربية. انما في عندي نوع تاني اسمه التجارة الدولية، ودي يقصد بها الصادرات والواردات بين الدولة العربية والدولة الأجنبية، او الدول العربية والدول الأجنبية. يبقى انا عندي نوعين من التجارة. تجارة بينية. تجارة بينية يعني ال 22 دولة العربية بيبيعوا ويشتروا مع بعض، دي اسمها تجارة بينية ما بين دول الوطن العربي اللي عددهم 22. يعني يا صديقي لو مصر بتشتري حاجة من السعودية او السعودية بتشتري حاجة من مصر، دي تجارة ايه؟ تقول لي تجارة بينية. طيب لو قلت لك مصر بتبيع مع ايطاليا، مع اسبانيا، مع فرنسا، بتبيع وتشتري معاها، فتي تجارة خارجية. يبقى الدول العربية لما تشتري مع أو تبيع تعمل علاقات تجارية ما بينها وما بين الدول الأجنبية، فدي تجارة إيه؟ خارجية. أدا نوعين التجارة اللي لازم تعرفهم، التجارة البينية والتجارة الخارجية. البينية ما بين الدول العربية بعضها وبعض، التجارة الخارجية ما بين الدول العربية والدول الأجنبية. هل التجارة البينية بقى اللي هي ما بين الدول الوطن العربي وبعضه قوية كده ولا مش قوية؟ أقول لك لا، هي للأسف مش قوية. طب ليه مش قوية؟ ليه التجارة ما بين دول الوطن العربي اللي عددهم 22 مش تجارة قوية كده؟ أقول لك في أسباب. أول سبب التشابه الكبير ما بين منتجات الوطن العربي. يعني إيه؟ يعني أقول لك دول الوطن العربي بتنتج نفس الحاجة. طب لو أنا بنتج الحاجة وأنت بتنتجها هيحصل تجارة إزاي؟ هنبدل نفس الحاجة؟ أكيد لأ. يبقى لازم تكون الموارد بتاعتنا مختلفة. طب تعالى بص كده على دول الخليج نلاقي معظمها كلها
بتنتج بترول وغاز طبيعي، هيبيعوا ويشتروا مع بعض ازاي؟ يبقى دي مشكلة اسمها التشابه في المنتجات ما بين دول الوطن العربي. كلنا بننتج تقريبا شبه بعض في نفس الحاجات. تاني حاجة، الصادرات بتاعتنا برضو مش متنوعة، بنبيع نفس الحاجة لبعض. يعني دول الوطن العربي عندها نفس الواردات، طالما السلعة اللي عندي او الخدمة اللي عندي هي عند جاري، يبقى لما اجي هبيع نفس الحاجة اللي عنده، فتبقى التجارة البينية ضعيفة. ثالث حاجة هي ضعف التكنولوجيا. يعني ايه ضعف التكنولوجيا؟ اقول لك يا صديقي، يعني الصناعة بتاعتي، فاكر الصناعة؟ قلنا الصناعة بتاعتنا صناعة ممكن يكون فيها عيوب اللي هي ضعف استخدام التكنولوجيا. فالمنتج بتاعنا منتج مش قوي قوي، مش حديث جدا، فسوقه قليل. انت تحب تشتري الحاجة المتطورة الجميلة ولا الحاجة اللي على قدها؟ اكيد الحاجة المتطورة الجميلة. طيب انا المنتجات في الوطن العربي غالبا تفتقر للتكنولوجيا، يعني حاجات بسيطة، يبقى ده عيب ما يشجعش على التجارة البينية، ضعف التكنولوجيا. كمان النقطة الرابعة، وجود حواجز جمركية ما بين دول الوطن العربي. يعني ايه حواجز جمركية؟ اقول لك، بص، لو في تجارة بينية ما بين مصر واي دولة عربية، فلنفترض ليبيا جارتنا، ايه اللي يحصل؟ انا واخد انا هصدر لهم بطاطس، فكر معايا كده، البطاطس دي وانا واخدها رايح ابيعها في ليبيا، فليبيا على حدودها تقول البطاطس دي هفرض عليها جمارك. يعني ايه؟ يعني هزود سعرها، فالبضاعة تدخل عند الليبيين سعرها غالي، فممكن ما يقدروش يشتروها، او السوق بتاعها يبقى ضعيف هناك لانها هتبقى غالية، فهي دي اسمها الجمارك. طيب مثلا بالعكس، ليبيا بتبيع لنا حاجة فاحنا في مصر نفرض عليها جمارك فسعرها يغلى. اهي دي المشكلة، اسمها فرض التعريفة الجمركية ما بين دول الوطن العربي. طب عشان اشجع التجارة اعمل ايه ما بين دول الوطن العربي؟ اشيل الحواجز الجمركية دي، ما يبقاش في جمارك ما بين، يعني نبيع ونشتري مع بعض من غير جمارك، فسعر المنتج يبقى بسيط فالناس كلها تشتريه. صعبة دي؟ اعتقد ان هي مش صعبة. النقطة اللي بعد كده، تركز التجارة مع دول الجوار. ايه يعني ايه تركز التجارة مع دول الجوار؟ اقول لك، لو بصينا كده على البحرين، فين البحرين؟ بص معايا كده، هنا كده. طب فين المغرب؟ المغرب بعيد خالص عن مين؟ بعيد خالص عن البحرين. بعيد. طيب ايه اللي يحصل؟ اقول لك ان الدول اللي حوالين البحرين تلاقيها بتبيع وتشتري من البحرين اكتر. زي مين؟ زي السعودية، زي الكويت، زي الامارات، دول بيبيعوا ويشتروا مع البحرين بشكل كبير. طب هل المغرب اللي بعيدة ليها علاقات تجارية قوية مع البحرين والدول اللي حواليها؟ اقول لك لا، لان المسافة كبيرة. اهو ده عيب. ادينا عرفت المشكلات اللي بتهدد التجارة البينية اللي هي ما بين دول الوطن العربي وبعضه. تيجي نشوف الدول العربية بقى هتحل المشكلة دي ازاي؟ دي مشكلة كبيرة جدا، تعال نحلها. اول حل لهذه المشكلة هو، انا قلت في تشابه في الصادرات، صح؟ طب ما نحاول ننوع الصادرات، بدل ما هي متركزة على الصادرات النفطية زي كل دول الخليج. كل دول الخليج بيبيعوا نفط، طب ما ننوع الصادرات دي تبقى حاجة غير النفط، يبدأوا يشتغلوا في صناعات تانية اللي هي البتروكيماويات وملحقاتها مثلا. يبقى ده حل، تنوع الصادرات. انا كان عندي مشكلة تانية اسمها فرض الحواجز الجمركية، صح؟ طب ما ارفع الحواجز الجمركية دي، هتحل وتساعد في ان التجارة البينية تزيد. نعمل معارض سنوية واسواق دولية، بمعنى اقول لك ان احنا يبقى في معرض كده في القاهرة مثلا او في مصر، في اي مكان، فيه كل الدول العربية جاية تعرض المنتجات بتاعتها فيعمل رواج. او مصر مثلا تروح تعمل معرض في الرياض لكل المنتجات والخدمات اللي مصر بتقدمها، فبالتالي يحصل رواج في التجارة البينية ما بين دول الوطن العربي. كمان عمل تجمعات عربية. يعني ايه تجمعات عربية؟ يعني مجموعة دول تقف مع بعض ويعملوا سوق كبير، يبيعوا ويشتروا مع بعض في شكل اسهل. دي هشرحها لك بالتفصيل، بس تعالى تاني كده يا صديقي قول معايا حلول الدول العربية عشان تخلي التجارة البينية تزيد. ايه هي؟ تعالى قول. رقم واحد، تنوع الصادرات خصوصا الصادرات الغير نفطية. 2، تقليص الجمارك ما بين دول الوطن العربي. 3، إقامة المعارض والأسواق الدولية الدائمة في الدول الأخرى. 4، إنشاء العديد من التجمعات العربية. تعال بقى أقول لك إيه هي التجمعات دي. تعال يا صديقي، في مجموعة دول عربية يقفوا مع بعض يقولوا إحنا هنعمل سوق واحد نبيع ونشتري مع بعض من غير حواجز جمركية، يبقى في تعاون أكتر في مجال التجارة. زي مين؟
اقول لك اول تجمع هناخده هو دول الخليج العربي. يعني ايه دول الخليج العربي؟ اقول لك الدول اللي بتطل على الخليج العربي اللي هي مين؟ تعال بص معايا كده: الكويت، البحرين، قطر، الامارات، عمان، والمملكة العربية السعودية. دول عددهم كام يا صديقي؟ دول عددهم 6 دول. ايه الدول دي عملت سوق ما بينهم، يخلوا التجارة ما بينهم اسهل. فدي فادت الدول. اقول لك فادت الدول، يبقى ده تجمع عربي اسمه تجمع دول الخليج العربي او اتحاد دول الخليج العربي. تعال نقول اسمائهم تاني. تعالى: الكويت، البحرين، قطر، الامارات، عمان، والمملكة العربية السعودية. يبقى دول الخليج 6 دول عربية بينهم تجمع اقتصادي مهم. كمان في اتفاقية ما بين كل دول العربية اسمها اتفاقية التجارة الحرة. الاتفاقية دي بتضم كل الدول العربية ما عدا عدد من الدول. بتعمل ايه؟ يقول لك في تجارة بينية ما بين دول الوطن العربي. طبعا دي تشجع التجارة. طب مين الدول اللي ما دخلتش في هذه الاتفاقية؟ اقول لك الدول اللي ما دخلتش الاتفاقية هي كالآتي: موريتانيا، جيبوتي، الصومال، وجزر القمر. دول 4 دول عربية ما دخلوش في الاتفاقية. تعال نقولهم تاني. تعال: موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، والصومال. دول 4 دول عربية ما دخلوش في اتفاقية التجارة الحرة ما بين دول الوطن العربي. يبقى معنى كده ان الدول اللي جوه الاتفاقية كام؟ هو عدد دول الوطن العربي كام؟ 22. شيل منهم 4 يبقى 18. يبقى عدد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة كام؟ 18 دولة. اكتبها دي في الكتاب لانها مش موجودة. ركز يا صديقي. النقطة اللي بعد كده ومن ضمن الاتفاقيات هي اتفاقية دول المغرب العربي. دي مين دول المغرب العربي؟ تعال اقول لك: ادي خريطة الوطن العربي. دول المغرب العربي هي الدول اللي موجودة في غرب الخريطة. اللي هي مين يعني؟ اقول لك اللي هي موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا. دول 5 دول يا صديقي اسمهم دول المغرب العربي. عاملين اتفاقية اسمها اتفاقية دول المغرب العربي. ده تجمع اقتصادي بيسهل التجارة ما بينهم. يبقى ده كمان تجمع اقتصادي. تعال نقول اسماء الدول. تعال: وهي موريتانيا، مغرب، تونس، جزائر، وليبيا. 5 دول عربية. كمان في اتفاقية اسمها اتفاقية أغادير. اسمها ايه؟ أغادير. اتفاقية أغادير دي نسبة للمكان اللي اتمضى فيه الاتفاقية في مدينة أغادير. طب الاتفاقية دي ما بين مين من الدول العربية بتشجع التجارة؟ أقول لك الاتفاقية دي ما بين مصر والأردن والمغرب وتونس. دول 4 دول عربية ما بينهم ايه؟ اتفاقية اسمها اتفاقية أغادير عشان تسهل التجارة. تعال نقول اسمائهم تاني. تعالوا بص معايا على الخريطة: الأردن، مصر، تونس، المغرب. 4 دول ماضيين مع بعض اتفاقية اسمها اتفاقية أغادير. تعال بقى يا صديقي، تعال نقول اسماء الاتفاقيات تاني. تعال بشويش كده وبهدوء. أول اتفاقية اسمها اتفاقية دول الخليج العربي. عدد الدول 6. كم؟ 6. طب الاتفاقية التانية اتفاقية التجارة الحرة. طب دي ما بين مين؟ تقول لي 18 دولة. يعني كل الدول العربية ما عدا 4 دول. اللي هي مين؟ موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر. طيب الاتفاقية اللي بعد كده اسمها اتفاقية المغرب العربي. اللي فيها مين؟ موريتانيا، مغرب، تونس، جزائر، ليبيا. 5 دول. طب الاتفاقية الأخيرة اتفاقية أغادير. طب مين اللي في أغادير دي؟ تقول لي الأردن ومصر وتونس والمغرب. 4 دول في اتفاقية أغادير. أعتقد إن النقطة دي كمان مش صعبة، اللي هي اتفاقيات التجارة ما بين دول الوطن العربي اللي هتشجع التجارة فتحل لي مشكلة اسمها مشكلة التجارة البينية ما بين دول الوطن العربي. خد بالك يا صديق، كل اللي انا قلته ده ليه علاقة بالتجارة البينية اللي كانت عارفها هي التجارة ما بين دول الوطن العربي وبعضه. يعني بنبيع ونشتري ما بين ال 22 دولة عربية. طيب التجارة العالمية بقى او التجارة الخارجية اللي هي التجارة ما بين دول الوطن العربي والعالم، بقية العالم. طيب دي تعالى ناخد عنها كم معلومة. اول حاجة لازم نعرفها هي الوطن العربي بيبيع ايه للعالم. اقول لك اعلى صادرات بنبيعها او اكتر حاجة بنبيعها هي النفط اللي هو البترول والغاز الطبيعي. طيب مين اكتر دول بتبيع نفط وغاز طبيعي؟ اقول لك اكتر دول بتبيع وبتصدر
نفط وغاز هي المملكة العربية السعودية والإمارات، كمان معاهم العراق. يبقى أكتر دول بتبيع نفط وغاز طبيعي ومعادن 3 دول، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق. دول أكتر دول مصدرة للنفط. طيب احنا بنصدر ايه كمان؟ المنتجات الصناعية، بعد المنتجات الصناعية البسيطة اللي مش كتير اللي بنصدرها للخارج. كمان السلع الزراعية اللي هي زي ممكن تكون بطاطس، خضروات إلى آخره، دي اسمها ايه؟ سلع زراعية، دي الصادرات. إنما الواردات ايه بقى؟ الواردات اقول لك ان احنا بنستورد ايه من الدول الخارجية. اقول لك معظم الواردات عبارة عن المنتجات الصناعية، يعني الحاجات المصنوعة، ممكن تليفونات، ممكن اي حاجة لها علاقة بالمنتج الصناعي احنا بنستوردها. كمان سلع غذائية، يعني احنا بنستورد حاجات برضو من بره غذائية بنستخدمها في غذائنا. يبقى ده ما بين الصادرات والواردات. ما بين. طيب امتى تبقى الوطن العربي قوي؟ الميزان التجاري لما يبقى صادراتنا اكتر من وارداتنا. دي فيها مشكلة يا صديقي؟ اعتقد ان هي ما فيهاش مشكلة صديقي العزيز طالب سنة 6. اتمنى انك تكون فهمت الدرس، لان احنا كده وصلنا لنهاية الدرس. ما تنساش انا بسيب لك تدريبات في الوصف، ما تنساش تحلها وابعت لي درجتك على صفحتنا على الفيسبوك. كمان ما تنساش انه تعمل لايك يا صديقي. استنى درس هنقوله وبكده نكون خلصنا المنهج. انتظروا مني اقوى مراجعة لمنهج 6 ابتدائي. اتمنى اشوفكم على خير دائما وابدا اولياء الامور والطلاب الاعزاء. في سلام، الى اللقاء في درس جديد. سلام.